بيكسب. النادي الاهلي امبارح عمل ماتش محترم، اول 10 دقائق يعني صحيح الزمالك كان مستحوذ، ولكن باقي الماتش شكرا النادي الاهلي ماسك الماتش من اوله لاخره. الشوط الثاني 10 دقائق حسين الشحات الله يبارك له يا شيخ، ويعني الله يبارك لك يا عم حسين، والله العظيم زي ما بيقولوا كده كانوا هيحفلوا علينا حفله كبيره جدا، وبيني وبينك هم بيعملوا لنا صداع. فالحمد لله ان احنا خرجنا من الصداع ده، والحمد لله ان احنا خدنا منهم قبل كده نهائي القرن. لا موضوع كبير جدا مع الزمالك. صحيح الزمالك عمل ماتش الى حد ما متوازن، ولكن المدير الفني الخايف اللي ما يقدرش يكمل ال 90 دقيقه بتوازن النهارده لما الراجل عمل ماتش دفاعي في الشوط الثاني، ولا اسوأ من كده ولا اسوأ من كده، لان انت بعدت خطوط الملعب عن بعض، بعدت اللعيبه عن بعض، تقهقرت للخلف بدون اي مبررات. انا النهارده عايز ابدا ادافع من نص ملعبي، مش هروح عند منطقه الجزاء وادافع. النادي الاهلي يعمل كور عاليه فترجع يستحوذ تاني، النادي الاهلي يعمل سروهات يخترق بيها فترجع الكوره والنادي الاهلي يستحوذ تاني. ولكن شكرا للاعيبه نادي الزمالك ان هم يعني ايه برضو مش هنقول غير ان هم قدموا ماتش كبير وعملوا ماتش كويس وماتش فعلا يليق بالكره المصريه. واتمنى ان الجماهير تهدى شويه على بعض بصراحه يعني اتمنى الجماهير لا نهدى شويه على بعض يا جماعه، وبلاش قصه الزيزو والفتن والحوارات اللي ملهاش اي لازمه. وعايزك تركز مع فريقك، يعني انت حاول ان انت تنسى الناس اللي هي المفروض ان انت بتقول عليه بالونه، والمفروض ان انت بتقول عليه مع انه كان عندك احسن لعيب في مصر، يعني كان عندك على مر السنين احسن لعيب في مصر، والراجل من ضمن الهدافين في النادي الاهلي دلوقتي. فانت النهارده ما تقللش من حجم الراجل او تشتمه باهله او تشتمه بناسه، لان ده يعني تعد من الموبقات، تعد من ان انت يعني لا ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. بعيد عن الاهل، بعيد عن الام والاب والشرف والامانه، واتكلم زي ما انت عايز، انتقدني في الملعب زي ما انت عايز، قول في حقي في الملعب زي ما انت عايز، ولكن ان انت شخصيا تنتقدني لا، انا مش متفق خالص مع الموضوع ده. عمرو الدرديري قبل الماتش تقريبا بيوم او 2 كان عنده ثقه غريبه انا مش فاهمها، الراجل ده عنده ثقه غريبه انا مش فاهمها. طب على اساس ايه ان انت قلت الزمالك هيكسب الماتش؟ ده انت قلت طبعا الزمالك هيكسب الماتش، طبعا الزمالك هيكسب الماتش وهيكسب كمان بسكور. طب انا عايز اعرف الريفرنس اللي عندك جبته منين؟ يعني انت مثلا كسبان اخر 5 6 7 ماتشات قدام الاهلي، فانت عندك الثقه الكبيره في لعيبه الزمالك؟ حاجه غريبه جدا. ولكن هو بيحاول يرفع معنويات لعيبته علشان يكسبوا، ولكن لا تأمن مكر النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيتحط في مواقف صعبه لا شكرا، لا انسى خلاص، انا لازم اكسب النهارده.